احنا قلنا أسباب أو عوامل قيام الثورة العربية، 4 أسباب. أول سبب زيادة التدخل الأجنبي في شؤون مصر، الجزء ده كده. المؤثرات الفكرية الغربية، سوء أحوال مصر الاقتصادية، اضطهاد عثمان باشا رفقي للضباط المصريين وعدم ترقيتهم. دولت ال4 أسباب هقولهم بس لما يقول لي أسباب الثورة العربية، لكن هيجي يقول لي بما تفسر زيادة التدخل الأجنبي في شؤون مصر، هقول له بسبب القروض وفقدان مصر نصيبها من أسهم قناة السويس. ما النتائج المترتبة على المؤثرات الغربية الفكرية واللي أدت إلى نمو الوعي القومي وتطورات للمطالبة بالدستور والحكم النيابي؟ في أي عهد ساءت أحوال مصر الاقتصادية؟ في عهد وزارة رياض باشا. يبقى أنا لازما أعرف كل حاجة مكتوبة، بس أعرف أطلع منها سؤال. التدخل الأجنبي حصل بسبب إيه؟ القروض وفقدان مصر نصيبها من أسهم شركة قناة السويس. المؤثرات الغربية الفكرية دي عملت إيه؟ أدت إلى نمو الوعي القومي وتطورت إلى المطالبة بالدستور.